Estrella è un matrimonio marocchino. Estrella, guarda, ci sono gli sposi. Ma tutte queste marocchine non direbbero niente. No, perché in questo momento sono concentrate nel matrimonio. Vedi, ci siamo salvati. Estrella, tra poco è il momento di mangiare. Oh, è il momento che aspettavo di più. È arrivato il cibo. No, vabbè, me lo mangio tutto io. Estrella, ricordati, qua si deve mangiare con le mani. Falli parlare, fra, come si mangia, fagli vedere qua. Guarda come qua. si mangia. Devi fare esattamente come lui. Oddio. No. Estrella, adesso è arrivato il secondo piatto. Stai zitto, io sto già mangiando. Estrella, ora è il momento della frutta. Ma io volevo anche il tè. Tranquilla, adesso arriva. E ora ragazzi è arrivato il momento del tè caldo. Troppo buono. Ok, Estrella, il matrimonio è finito. Cosa ne pensi di questo matrimonio marocchino? Molto più divertente di quelli italiani. Il prossimo sarà il nostro. على أحلى صدفة صارت لنا بفاس. شفنا وثائقي كان فيه السيد عبد الله يقدم التاي للأحياء بفاس، وعزمنا إنه إحنا نروح هذا المقهى، ولكن للأسف كان مغلق. وصدفة مقهى السيد عبد الله كان جزء من الجولة مع جمال. أول ما وصلنا استقبلتنا هذه الأعشاب وما كنت أعرف إيش. لما نوصل للعم عبد الله وفتح لنا باب المحل حقه الجديد والمؤقت، حسينا بحميمية في المكان مرة عظيمة. صحيح المكان صغير ولكن الوسع في القلوب يا جماعة. بعد ما جلسنا ولع النار تحت هذا الشيء الكبير اللي فيه موية، بعدين طلع يجمع بعض الأعشاب ويعرفنا عليها حبة حبة عشان نعرف كيف الأتاي يصير. نوعين من النعناع، كنت أحس إنه كل النعناع زي بعض، طلع لا، هذا غير هذا. أوه واو. ميرامية، ايوه ميرامية. نسيت ايش هي الاعشاب، فلو تعرفوها بليز اكتبوا لي تحت في الكومنت ايش هي، لاني مره مشتهيه اسوي اتاي. بعد كذا بدات المويه تفور ويحطها العم عبد الله في هذه الكاسات الصغيره، اتوقعنا انه احنا حنشرب فيها، ولكن هي كانت فقط للتحضير. الابتسامه ابدا ما فارقت وجه العم عبد الله وهو يحضر لنا الشاي، الى ما صار يقدم لنا هو. اننا نكون في محله وفي حضرته اشبه بانها تكون كالحلم، لانه كنا بس نتفرج عليه في التلفزيون. هذه هي كوبات الاتاي، وافضل طريقه انكم تشربوها انكم تدفوا كذا النعناع على جوا. كان اطعم اتاي شربته في المغرب. فجأة واحنا نشرب شاي فاجأنا العم عبد الله برشة من موية الورد. لو تبغوا مكان المقهى والوثائق اللي شفناه عن فاس واللي فيه العم عبد الله تلقوه في البايو. And we have a beautiful تحضر عرس مغربي. هالصوت الأبري. أهلا، أنا وليد وحاليا في عرس مغربي. طيب ليش وليد ننتبه وما نحضر العرس المغربي؟ لأنك راح تتفاجأ بجمال ثقافة وعادات الشعب المغربي في الأعراس، وراح تنبهر من ملابس العرسان اللي تتغير بكل زفة، وطريقة حمل العروسين على العمارية، وراح تستمتع بالفنون المغربية المتنوعة، وضروري راح تاكل الدجاج محمر ولحم بالبرقوق، وبعدها الشاي المغربي والحلويات. يعني بالعادي زوج اكلات، اثنين اكلات. صحيح، هذا عرس صديقي مهدي من المغرب، وحضرت أنا وجاسم وعبد الله. وصاحبي تعال ألف مبروك، الله تستاهل كل خير حبيبي، بارك في حياتك ومشكورين علي. حاضرين. الله يبارك فيكم. وعلى فكرة الأعراس في المغرب بحسب عاداتهم تستمر حتى الصباح. المغرب في هذا الفيديو نزلنا في مطار كازابلانكا، والرحلة كانت 7 ساعات تقريبا أو 8 ساعات. ريحنا في الفندق، واليوم الثاني رحنا على طول إلى الرباط عاصمة المغرب. منطقة جميلة جدا، واللي لاحظته وعجبني في المغرب نظافة الشوارع والسيارات والتنظيم، كل شيء كان مذهل. ومن أجمل الأماكن اللي زرناها في الرباط قصبة الوداية، وهو حي سكني وموقع سياحي قريب من النهر وقريب كذلك من البحر. مكان جميل، تحس نفسك فجأة رحت إلى اليونان. اليوم الثاني في الرباط زرنا صومعة حسان، وبجانبه ضريح الملك محمد الخامس الله يرحمه، وبعدها تغدينا في هذا المطعم الجميل عند البحر اسمه مرسى، وسلطة فواكه البحر عندهم جميلة جدا. وبعدها رحنا إلى طنجة، من أجمل المناطق في المغرب، سكننا في فندق هيلتون. وفي طنجة زرنا كورنيش طنجة، وطبعا قريبة جدا من إسبانيا، حتى أن كنا نشوف جبال إسبانيا من كورنيش. ورحنا بعدها لمنارة راس سبارتل، وكان مكان جميل جدا. على يمينك البحر الأبيض المتوسط، وعلى يسارك المحيط الأطلسي. وبعدها رحنا لمكان يسمونه مغارة هرقل، مغارة تدور حولها الكثير من الروايات والأساطير. وبعدها رحنا لمطعم رائع جدا وستايله فيكتوري وقديم، ومكان وايد حلو، وهذا كان اسم المطعم. رحنا بعدها لمنطقة تسمى أقشور، قريبة جدا من شفشاون، فيها طبيعة جميلة وخضرة، وفيها شلالات ومطاعم ومحلات،
وفنادق ومن المناطق الرائعة في المغرب. رحنا بعدها إلى شفشاون اللؤلؤة الزرقاء، صورت فيديو كامل عن منطقة شفشاون بتحصلونه على صفحتي. وشفشاون برأيي يكفيها يوم واحد، فيها المنطقة القديمة وسوق وممرات رائعة ومنتجات مصنوعة يدويا من أهل المنطقة. وتغدينا كذلك في شفشاون في هذا المطعم الجميل. وفاس، الله على فاس، العاصمة العلمية للمغرب، أنشأها مولاي إدريس الثاني قبل 1200 عام، وضريحه موجود في فاس. وفاس فيها أقدم جامعة في العالم، جامعة قرويين، وما زالت هذه الجامعة مستمرة في التدريس. وفيها أسواق قديمة وممرات ضيقة ومكان جميل تحس نفسك رجعت بالزمن فجأة. وزرنا في فاس عدد من الرياض المغربية، وكذلك بتحصلون على صفحتي فيديو خاص عن الرياض. وبعدها رجعنا إلى كازابلانكا وزرنا مسجد الحسن الثاني من أكبر المساجد في العالم. المغرب وجهة عائلية بامتياز ودولة تصلح للسفر، وأنا أكيد اليوم حناخدكم في جولة في المغرب. Pastilla, the royal pie here. You can see she's topped it with tons of almond flakes and sprinkled also hot honey on top of this. It just looks incredibly delicious, and you can see that crispy phyllo dough. Okay, well, I gotta try this pastilla first. Let me try this. Oh man. It's nice. Wow. صار لكم رحلة من السيارة وأنا أمشي، تدري ليش؟ عشان تشوف معاي المناظر، تشوف الديرة عدل، كأنك معاي في السيارة قاعد طالعها. شوف النظافة، شوف الجو وش حالاته. يا جماعة درجة الحرارة 25 يا قادير. شوف الشوارع شلون نظيفة. شهر 7 درجة الحرارة 25. شوف هذا الشارع حسن الثاني من أشهر شوارع أكادير. حلو. شوف الجو، شوف الغيم، شوف الجنتلة، شوف الجنتلة. كم أنت جميلة يا أكادير. المغرب. والجولة حتكون في المدينة الحمراء مراكش، فتعالوا نشوفوا هذه المدينة الساحرة مع بعض. بس هل كنتوا تعرفوا ان المصمم العالمي إيف سان لوران كان عايش في مراكش وعنده بيت في مراكش؟ وهذه هي الجولة في البيت. احنا في حديقة ماجوغيل في مراكش، تعالوا معي. هذا هو بيت إيف سان لوران. من بعدها مشينا للمدينة وأسواق مراكش من سوق لسوق، بس الموضوع طول شوية، والسبب زي ما قال خويا راشد. شوبينج ما يخلص، كل شوي شوبينج شوبينج شوبينج، محل محل محل. قول شوبينج وانت شوبينج.